الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله بتقوى الله. قبروت ربي لبوتي ياف سنفس نين داما صدى ربي، وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى في صلاتكم. إخوة الإيمان، ربي قلته صداها صدانو صلاة خيسن كيست إيران الان تكا قدان المنا مرة خويا جمعة أما صلاة أسري ختن دي بنس هدوتي تو أركما يجو. ربي صدان دا صلاة التنتن هي عمود الدين، أتبا دين إسلامات. صلاة التنتن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. دروان المنا ما الراقافة مقافف لربي لك صلاة جهاها كرامات ديغا قافة جهاها قسات صلاة قافة شوفتا ربي عالما. صلاة نخن خجنة قلوفتين يججو أركان إسلاما خيسامي كفار رجر. إخوة الإيمان إيغا شهادة جنبوت صلاة راجع. صلاة نخن خيل ما للمنا ما بر اللافته لافس الجر خنا ججون. صلاة خيس ربي صدادا التي استهان بها كثير من الناس اليوم. المنا ما ميزان ساخف الرلاف في سيل سفل سوا تكر باس خنا ججون، حتى حق عليه قول الله تبارك وتعالى: خصلاتوس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نوم صلاته فويل الجرا والرسالات فيؤخرونها إلى آخر الوقت. صلاة بودا أنسان أفانين كاية دادا بصري ويدبرتي إلى أنك غارر رأتون قد تيسوتي يجور. إخوة الإيمان، ربي خيسن صدادا نما صلاة فلغي بالداد جراجي ولا يؤدونها بأركانها وشروطها. صلاة خنهوكا صلاة شرطي سيتي في واجب سيتي في أركان سيدا قوتتنيهن صلاة نيجا خشوعا هن صلاة إسي خيست والتدبر لما فيها إسي خيس وانجر هلالا خن هندنوه خنا ولك بتاجج. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نما هنقعدون قارر رقتي ستتائي لفاخوخن قال: تلك صلاة المنافق. هقو سدي نبينا محمد اتداب صحيحين غيزت أكودي فمت. صلاة منافقات يجلس نتاعه هنقعدون قارر رقتي ست حتى إذا دنت بين قرني الشيطان قاف شيطان جدو وقائسين تاته قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لفاخيت الدراجة أكشم برون تكا لفاوابور تلقون جيجو ندي الدرا ربي خيست هدوه نذكر. ولعله إنما حمله على القيام إليها. تكي نمتي خانة تكا أبريتي والنخاسة صلاة مخانا رتو مرات الناس المنا ما هانا أركو في لفاخي ملي لا ابتغاء وجه الله فول ربي اتبربادا فيمت أبلوني صلاتها نانجاني. قال الله تعالى: إن المنافقين منافقون يخادعون الله ربي جنن وهو خادعهم على ربي نسان جنجرون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. صلاة قال فاخان نهفتنيج هفتشات لفاخان قاموا كسالى لاج هفتشات لفاخان. إخوة الإيمان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى: ربي النجا ماما الذين هم يراؤون ورنا ما صلاة قرسيفة خنا وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400. أقول لبعفر إرى مقام فتججونا إبدا سنرى
ورا صلاة نما قرسيس سنيت تقلو آية عد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله نما رب انتهن نما لقومس نما خطاب ربي باتين نما وقرسي فتو رياء جدت رياء إني حمادا إخوة الإيمان رياء الرا خنا خيست وانا ما قوتوس رياء الرا فقالوا جدت عباد الله قبرة الربي وان اسنيف دبت وجرا حال المأموم مع الإمام حال إمامني مأموما وجن قبون خلال اسنيف دبت لا قرى قلبك ونلقي فدا حال المأموم مع الإمام حال المأموم إماما وجن هقا صلاة قبل لا يخلو من 4 حالات وأفر الرا همبه نمنهم دنو يجو المتابعة والموافقة والمسابقة والمتخلف هنك هنراهنا فوجو أولا متابعة خجامه وهي أن يأتي بأفعال بعد إمامه مباشر نمتج خياتي إيجا إمام ساتي وجين صلاتي خيات اتسينا يجو مال اتسينا يجو نمتجان كن بعد إمامه مباشرة إذا ركع الإمام ركع هقا إمامي ركوع قل وإذا سجد الإمام سجد إمامي هقا سجود لسجود وإذا قام الإمام قام هقا إمامي ندابت متابعة خجام خانة ثانيا لم يسا الموافقة وهي موافقة خجام أن يفعل هذه الأفعال دلقات دلقوا مع إمامي مثل أن يركع مع ركوعه هقا إن ركوع ويسجد مع سجوده إسا سجود وجه سجود ويقوم مع قيامه هقا إني ألكا موافقة ثالثا سديسا المتخلف حفظ وهو أن يبقى كثيرا بعد الإمام إمام لفاخة إبودة كما نشاهد بعض الناس هدو المنما أركاج الرتي يبقى ساجدا سجود التهف يجو والإمام قد قام إمام لفاخة دابته وربما يكون الإمام قد قرأ الفاتحة خإمام تجي فاتحة قرأ الجرو إني سجود مرة لا تائي ربي خرط وأكثر منها خنر وهذا لا يزال على سجود الراهن ديم لم تجانكو يدعو الله ربي قلته خرط يجو إمام أبودا حفي يجو رابعا المسابقة جم بأن يقوم تكا لفاخير دابتا قبل الإمام إماما درت أو يركع ويسجد قبل الإمام ركوع قدا إماما درت سجود قدا إماما درت فهذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم متابعة خجامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به إمام نون نقول ميف اتهدت جولاف فلا تختلف عليه إماما كلافنا فإذا كبر هقا إمامني الله أكبر جي فقولوا هدته أكست هدته وإذا قال أما سوقاج سمع الله لمن حمده هقاج فقولوا اللهم ربنا لك الحمد رب فاروسي فجاء وإذا سجد فاسجدوا هقا إمام سجودا ولا تسجدوا لسجودنا حتى يسجد هقا إمام سجود وإذا صلى قائما فصلوا قياما رابطة صلاة وأما مسابقة خجامته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أن يرفع رأسه قبل الإمام سلم الإمام أندر متاع القاس تكاخ سجود أن يحول الله رأسه رأس حمار ربي متاها متى هرئه وقدر راهن صداته أو يجعل صورته صورة حمار صورة هرئه وقدر راهن صداته قم نججه وهذا تهذيد يقتضي تحريم هذا الفعل نمني إمام أندر السجود نمني إمام أندر الركوع خإمام أندر متاع القاسو والنخن حرام قد أجر رسول الله علما وأما الموافقة والمتخلف موافقة في حفون كنيس فإنها مخالفان لقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا
هقا ركوع إني قول ركوع قول آجي رسول الله علما فإن قوله إذا ركع يقتدي ألا تركع حتى يركع خنا مرتي قول هنگا إني ركوع قول ركوع قول هنگا إسا سجود لفت الدساغر تتقبريس سجود فركعوا يقتدي ألا تتخلف من الإمام إمام الراهن فين بودتي سفتي ربين كرد لهنجين أتدوبا أفتي. وكثير من المصلين مع الأسف نشاهدهم نعركنا إلمنا ما يدو أن يسبقون إمامهم فيركعون قبله إمام أندرت ركوع قراني در سجودا ويسجدون قبله إمام أندرت سجودا يجو ولم يعلم من بين هؤلاء أن هذه الفعل دلقانت موجب لبطلان الصلاة صلاة أبليسو صلاة بليستيهم بيخو فإن القول الراجح أن مسابقة الإمام إمام درتبرون ولو إلى الركن مبتلات للصلاة صلاة بليستي إخوة الإيمان لأنه وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لم تجخن والرسول ربي الأوركا ورخيسين دلقوا ما علمنا ما دلقوا في العبادات إذا فعله الإنسان فإنه يبطله يو أكا رسول ربي صلوا كما رأيتموني أصلي أكا إني جاي يوم سلاني خيني عدمتية عباد الله الخشوع في الصلاة صدى ربي فدن صلاة خيست وهو من إقامة الصلاة صلاة ربي لا برا أن يكون الإنسان فيها خاشعا لله تعالى ربي أولتي صدى سمر باتي قبرت ربي بظاهره وباطنه قباخيتي في خيسة الرب صدى فالخشوع في الباطن صدى ربي جتشون تخيسا حضور القلب قلبي تفدور دكان خيسا أست أولديبسو مزالا خيسا فدو والخشوع في الظاهر صدى ربي تقبانا السكون وعدم الحركة صصوه تنديسو المنا ما خنا الراهب توجر صلاة التوقع سينا خاق قرق وعلى نجر خاق منا لا نجر ربي أولتي صدى جون بكتي اتسجودا سلالو النمر باكسة إخوة الإيمان أقسام الحركة في الصلاة وهنا نتبين واني سوسوهنسي خراج الأميجر جتشودا الداني سنيبامنا الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام بكشري قدمتي أولا الحركة الواجبة سوسوهنس دركامات وتجب الحركة هقاسا سوسوهن دركامتا إذا كان يوخ توتاته سلام خيوان سنبت خفيات توتات أي أنه إذا كان ترك الحركة مبطل للصلاة يوصل الصوبات سلام خيوان بدوف جتة فإن الحركة تكون حينئذ واجبات دركمتات مثالات جرا رجل كان يصلي إلى غير القبلة لم تجانتك قبلة راغرغلي تكاسين غرغلي إسا صلاة الترفتا فجاءه آخر من بروت فقال إن القبلة على يمينك قبلة مرغ خير جرتي فهنا يجب أن ينحرف إلى اليمين نمتجسون كرم مرغا غرغلون درقمسات لأنه لو بقي على اتجاه الأول خراد راسا للسلايو خنجرات تاته لكان صلاته باطلة صلاة نساء باطل وان تاتو جتشايجو فيجب أن يتوجه إلى اليمين درقمتها خرم مرغا غرغلون مثال آخر مثال بروتي رجل ذكر أن في قطرته نجاسة تكوان الصلاة خنا خيس النجسات تجرى فيجب عليه أن يتحرك صوصون دركمتها تكي خفوصات الراوى نجس نجرى وان كان في الراباس صوصون دركمتها نجسات تجسات التركمه ونذير ذلك فكين كان ما فعله رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل رسول ربي جبريل اتبفاته فأخبره اتؤديسه أن فينا عليه أذى فخلعهما خب انت وسقوا دان قبديجين أكثت رسول ربي في الراباس خبيسا ثانيا حركة مستحبة صوصوهنسا سنة قدم وهي الحركة التي تشريعات أم تيجولا مثال أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه فكين أفنى متجتو قدرجرا صفين درا بنمت تكاودو جبسي كباوتا نمتجو خنججورا نمتجي صفي إراغدي جرو سوسوه صفي سينور وان برباكسات وقا صفين بنمت يجو
فهذا سنة مستحبة سنة بريد يجو لأن فيه وصلا للصف صفي قوتو كيست أركمه وسدا للفرج أراج فوت أركمه وتقديما إلى المكان الفاضل بك جعلت درجة بك قبضت أرسكو صفي انت دراي رجالة تتعام أكسوان دين توجيش يجورا خنافو قبرت ربي صلاة ربي رتحاتي فنو صلاة ربي أركان سي واجبات سي سنن سي دا هابرنو صلاة ربي أكاتا اتصالانو أكغارتي نمني هندي شيكوتين درسان نجرتي الرابردا المنا مارا خمتا قبوسو جرا خدودة اللوغولي دابو جرا خميلو قاسجود هدودو بقدي بسوتي تجرا هم نتربن إلا الصلاة أجيس الرسول ربي سنر الصلاة وقمنا دركما خرافو صلاة خيست ربي هاسدان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون الحمد لله العزيز الغفار عدد ما صلى له المصلون الأخيار وصلى الله وسلم على نبي المختار خير من سجد وركع واستغفر بالأسحار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم يبرز فيه العباد لله الواحد القهار وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله إخوة الإيمان رب سداد إيراد الانتقاء قدان صلاة خيست واجتنبوا الإثم دليرا فقالنا والفواحش وأن شريعان جبتوا لعلكم تفلحون أكمل كويتا عباد الله قبرت الرب ومن الكبائر الموبقة جريمتان عظيمتان مهلكتان كثير وقوعهما اليوم وتساهل الناس فيهما وهما ترك الصلاة إخوة الإيمان جريمان لما وانتقر قدون لما ججولا ربي صدادا الرافقات دادا أكمل كويتن جريمان لما قدون تنما هلاقتو تاتي أكام قدو خطاتي هلاقتو خطاتي هدون المنا ما خيسي خيستي أركمو وتساهل الناس المنا ما خيس اللافته فهما إسين ترك الصلاة صلاة لكسونا والكل الربا دلنيات جوراجي فأما ترك الصلاة فإنه كافر مخرج من الملة ملة رانا من باس صلاة لكسون على الصحيح وإن لم يجحد وجوبها واجب ما سيدا فدو إنكارها باب قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هن صلى هن صدق أن خجب سير راغرغله هقا غافة من ورئ بد جهنم سينه مالتو إبد إسنك ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين نوت دنيا رتين صلى نيبر سقر سينه جانجة إخوة الإيمان السبب لنا واني سبب الذي سبب دخول النار واني إبد سينو نرت مرتيسه وترك الصلاة صلاة دي سودات سقر ننكيجان أمة الإخوة الإيمان صلاة التيمتن إلا أنه ملكي جرو دنيا آخرات أركت يو صلاة ربي إيقت صلاة قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور صلاة نئفات فهي للمؤمنين في الدنيا نور دنيا رت صلاة نئفات نمي صلاة فول لسانيف في قلوبهم قلب إنساني نفت وبصائرهم كيس ساني جساني تشرق بها قلب إنساني نفتيف وتستنير بصائرهم ولهذا كانت قرة عين المتقين سلامتنا في دسي إجا ورى رب صداتو سنفتاته يجور إخوة الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة جدو نمتجا جدو كافرا في إسلاما والنجرو صلاة ما يجو صلاة الإفنان أكرا يجو بليتية خلافوا صلاة ربي هات أجن يجو إخوة الإيمان قال إمام بن القيم لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا بيخان من صلاة واجبة يديس من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر إذا قد دلي ورقد ولاتيجان من إسلاما وإن إثم أعظم عند الله
ربي بردلين صلاة إيسو قدولا من إثم قتل النفس لبونا ما أجيسوا صلاة إيسو تتو إرجب دوراجا وأخذ أموال الناس هورين ما ناتشورا صلاة ربي ديسون إرام تدلين سيدا ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر زنا قرورا هاتورا فرشا قرورا دين صلاة إيسو ربي برد إرامتو وإنه متعرض لعقوبة الله قطعة ربي تيمأتش قرقلت وسخطه وخزيه دلن سو ربي أركتين من صلاة إيسو تكين أركتين في الدنيا والآخرة جنو الدنيا آخرة تكاتيجو فاتقوا الله يا من تهاونتم بالصلاة يا نما صلاة لافت يا صلاة نما فائدات واتكته الله فإنكم ضيعتم أعظم أركان دينكم إذا قد دين كيسني هدية ستان بعد الشهادتين إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله جته صلاة الإفنان إذا قد دين هدية ست وضيعتم عمود الإسلام أتبع إسلامات أتديج ديبر فماذا بقي عندكم من الدين دين الرانا من صلاة ربي نيس مالتو دين الرا والنبي راسه مالتو جرا وما هي حجتكم عند رب العالمين ربي العالم برد حجان كيسان يا ربي قلتي كنا من مالته تا قبرت ربي خرافوا صلاة ربي رد ربي ها صدانو خشوعا وبليسوا أركان سي واجبات سيدا شرطي سي هنداوان اسي برفاكي سبرنه أقصد قلبي تين أسفنه حاصلانو عباد الله وأكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وقد أمركم بذلك في محكم كتابه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فاسقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.